السلام عليكم حبايبي، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. قصتنا اليوم من لبنان التي شهدت مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها خليل مسعود يوم 26 ديسمبر 2024 في بلدة شحيم، بحيث قتلت بالرصاص من مسدس حربي كان يوجد لدى زوجها. عبير رحال هي إعلامية لبنانية من مواليد 1999 في بيروت، جميلة ومثقفة ومجتهدة في عملها. قدمت عدة برامج في التلفزة اللبنانية مثل أحلى صباح ومحاور لبنانية وغيرها من البرامج. بعد فترة من عملها تزوجت عبير من رجل الأعمال اللبناني خليل مسعود من بلدة قطر مايا في إقليم الخروب، ولديهم 3 أطفال، أصغر واحد عمره شهر وشوية. خليل مسعود لديه أولاد من زواج سابق. تقول القصة أن عبير كانت ناجحة في مسارها المهني والكل كيشهد ليها بالكفاءات ديالها. رغم كل هاد النجاحات كانت حياتها كلها فيها صراعات واضطرابات، بحيث كانت كتطلب الطلاق دائما من كتر الخلافات والصراعات اللي كانت عندها مع الزوج ديالها. وفي الأخير قدمت على طلاق من 5 أشهر في المحكمة الشرعية في بيروت. في شكايتها لدى المحكمة قالت أنها كانت كتعرض للتعدي عليها بشكل مستمر، وأنها قدمت عدة شكايات قانونية في حقه. بعد تنفيذ المصادر القانونية كتقول أنها قدمت بلاغ حتى في تركيا ولبنان، وتركيا قبل لبنان. بعد تنفيذه للجريمة فر الزوج هاربا إلى وجهة غير معروفة، ونشر مقطع فيديو على حسابه في الفيسبوك. في هذا الوقت الشرطة كانت كتبحث عليه لأنه كان معروف شكون اللي قتلها. في داك الفيديو اللي نشر الزوج خليل ذكر عدة تفاصيل، من بين هاد التفاصيل عدة تفاصيل طبعا على زوجته. من بين هاد التفاصيل مشكلات مالية مرتبطة بواحد الموقع إلكتروني كانوا كيعملوا عليه هما الاثنين، يعني داك الموقع كانوا كيشتغلوا فيه هما الاثنين الزوج والزوجة. وكذلك اتهمها بالخيانة الزوجية مع عدة أشخاص ذكرهم هو في داك الفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر كذلك عدم الاحترام وأنها ناكرة للجميل وعدة اتهامات أخرى، هذا حسب قوله في الفيديو. بعد مدة من نشر الفيديو الذي سجله على فيسبوك، عثرت الشرطة على جثته داخل سيارته في واد المعنية، وقد أقدم على الانتحار برصاصة من مسدسه الذي قتل به زوجته. تقول المصادر بعد انتشار الفيديو الذي كان يحكي فيه على زوجته بتلك الألفاظ وذلك الكلام وذلك الاتهامات، خرجت عائلة عبير ببيان ونفت فيه كل الاتهامات التي وجهها خليل إليها، وأكدوا أنها كانت كتسعى إلى الطلاق من مدة طويلة، وأن كل تلك الأشياء التي ذكرها في الفيديو هي افتراءات لكي يبرر فعلته. هذه الجريمة خلفت واحد الردود أفعال كثيرة وغضب كبير داخل المجتمع اللبناني اللي كيبرر العنف ضد النساء تحت ما يسمى بالشرف. وكذلك وجهها الكثيرون انتقادات لاذعة بسبب عدم إنصافها بعدما تقدمت بعدة شكايات في حقه. الشرطة ما عطاوهاش حقها لأنها قدمت فيه عدة شكايات قبل، لو كانوا عطاوها حقها كانوا تفادوا هذه الجريمة. وكذلك فشل الأجهزة الأمنية في منع إدخال السلاح إلى المحكمة، وهذا الشيء هو اللي خلى هذه الجريمة وقعت في واضح النهار على مرأى ومسمع الجميع أمام باب مصعد المحكمة. رصاصة واحدة أطفأت شمعة إعلامية بارزة كان لها مستقبل ومسار مهني ناجح جدا، وفي ساعة غضب راح ضحيتها زوجان وترك وراءهما 3 أطفال.
ستتغير حياتهما في حدود تلك الجريمة، مع حدود تلك الجريمة، بحيث يجب ضبط النفس عند ساعة الغضب. نسأل الله السلامة، والله يرحم الإعلامية عبير، نتمنى وليداتها يلقاو القلب الحنون باش يعيشوا ويكبروا.